طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نضع فلاش ميموري. طبعا أنا ما عندي الآن فلاش ميموري. فبعد ما تحط الفلاش ميموري تدخل على الكمبيوتر. طبعا تيجي هنا على الكمبيوتر، فحيطلع لك هنا قرص قابل للإزالة. طبعا أنا عشان ما عندي فلاش ميموري فأنا هتخيلوا إنه هذا قسم الدي. تمام، هتضغط عليه ضغطة واحدة وبعدين كليك يمين وننزل على البرنامج عندي أنا أفيرا، فعشان كده حيطلع لي صورة الأفيرا. أنا مؤشر الآن عليه. فعندكم حيكون كاسبر طبعا. فحتضغط ضغطة واحدة، تمام، مثل كذا. فحيشتغل البرنامج الأفيرا وجالس يفحص. بالنسبة لي الآن يفحص قرص الدي طبعا. بس انتوا حتسووا، شوف اشتغل الآن يفحص البرنامج. هذا كل الموضوع. فبالنسبة لكم فهيكون هنا قرص قابل للإزالة. قرص قابل للإزالة طبعا، قرص قابل للإزالة تسوي نفس ما سوينا في الدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.